السلام عليكم اختي الكريمه. والله حتى كلامك صحيح، هادشي واقع ليا انا حاليا. مازال كنعاني، وليت كنفكر نجيب وحده ونعيش حياتي، وعاد 40 يوم وانت كتنعس، يعني مفارق مع الزوجه ديالك. السلام عليكم اخي، بغيت نجاوبك وطلعت التعليق ديالك، وبغيت ننصحك نصيحه لوجه الله سبحانه وتعالى. اسمع يا اخي، نقول لك واحد الحاجه. شوف والله العظيم، الى الدنيا ما تستاهلش، انا راه كيما كنصح العيالات راه كنصح حتى الازواج. اش غنديو من هاد الشد ليا نقطع عليك، والنفس الاماره بالسوء والكرامه والذل ديال الازواج اللي بين الازواج، ما كتدي حتى شي طريق مفتوحه، كتدري الطريق مسدوده او لا للنهايه ديال هاد الطلاق. ولهذا اخي الله يجازاك بخير، سير دير المبادره مع الزوجه ديالك، جلس معاها وهضر معاها وتناقشوا وحلوا مشاكلكم. راه والله العلي العظيم الى المراه راه كتحتاج غير كلمه طيبه، راه الا غير طبطبتي عليها وقلتي ليها سمحي لي واخا هي غالطه، لنفرض هي غالطه، جلس معاها وقول لي هادشي اللي كديري راه حشومه، وراه انا كنبغيك وانت عزيزه عليا، وانا راه ما نقدرش نعيش بلا بيك، والكلام طيب. انا الزوج ديالي شحال مره كنا كنتناقشوا، اين فوا كيجي كيطبطب عليا بكلمه وحده تنرجع. راه حنا عاطفيات، حنا كنبغيو الكلام الزوين، الكلام الطيب. الله يرضي عليك، الله يرحم لك الوالدين، الله يعطيك الصبر. راه اكيد راه حتى واحد ما كامل، والمشاكل الزوجيه بين الازواج راه شي حاجه اللي ولات عاديه. راه ماشي شي ما نقولش لكم بان راه عيب وحشومه ولا، راه عادي، كلشي عنده المشاكل، غير هو كل واحد وكيفاش كياخذ المشاكل. بحال هكا 40 يوم انا حسيت بيك، حيت انا دزت من نفس الامور، نفس المشاكل ونفس الظروف، وعرفت شنو هي ان النفور من بعضياتكم شنو كيسبب انك كتولي تبان لك الدار ظلمه، انك كتولي تبين لك الحياه، ودوك الوليدات كتولي تندم على حياتك. استغفر الله العظيم، هادشي عادي، ولكن تقرب الله سبحانه وتعالى ودير الدعاء ديالك وطلب الهدايه، وقول يا ربي تهدي هذيك الزوجه، والله يعطيك الصبر، والله يصلح لي الزوجه ديالي ويصلح لي وليداتي، وان شاء الله العلي العظيم الله يعطيك الصبر. وتنعاود نقولها لك يا اخي، حاولوا ديروا المبادره، حاول المبادره وخا هي غلطه، دير انت المبادره، والله العظيم الى ربي غيجازيك على داك الصبر وعلى داك الخير اللي غدير، حيت غتجمع دارك وما تخليش ما ديرش داك المثل ديال نضرب مرا بمرا، لا بالعكس. انا بالنسبه ليا الراجل اللي يحل مشاكله في دارو وما تيخليش السوسه منين تدخلوا المشاكل، منين تدخل تبارك الله ما شاء الله، تنقول ليه شابو ليك. ولهذا اخي تنعاود نقولها لك ونعاود نقولها لك، الله يجازاك بخير. سير جلس مع الزوجه ديالك، دي ليها شي كادو، شي جاستيها شي حاجه ب 400 ريال ب 600 ريال، قوليها اليوم شوفي، قولها اليوم غنخرجوا انا وياك نهضروا شويه، نجلسوا نهضروا، دخل البيت انت وياك ها وهضر بينك وبينها. بطبيعه الحال دائما تنقولها لكم، مني كنبغيو نتناقشوا ولا نهضروا ماشي بلغوات، وماشي انت فيك وفيك وفيك وفيك، وماشي انت فعلتي ليا وتركتي ليا ودرتي ليا، لا، ولكن دائما كنبداو بالحاجات الزوينين اللي دوزنا، بالعشره الزوينه اللي دوزنا، حيت الحياه ما كتستاهلش، وخصوصا الحياه الزوجيه دوزوها بالخصوم وبالمشاكل. كلامي الاخر، الله يعطيك الصبر مع الزوجه ديالك، الله يواتيكم، والله ينزل المحبه والرحمه في قلوبكم يا رب.